بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس واضغطوا لايك عشان تشوفوا الحاجات الحلوة الجميلة دي. تعالوا بقى أقول لكم أنا عملت الممبار الجميل ده ازاي، وعملت جنبه البتنجان، وكانت أكلة فوق الوصف. بص بقى البتنجان الحلو ده. شايفين مجايب ياسمين يا جماعة؟ مجايب ياسمين انا بص يا يعني جماعه. البتنجانية رفيعة وهتتقسم نصين وعمالة أقسم. فيعني أنا مش عارفة أقول إيه والله، مش شوفوا يا عارفة. جماعه. اسمعي الست قالت لي ايه؟ آه ازاي بنات كده؟ انت هتتجوزي ازاي؟ طب شفتوا؟ شفتوا يا جماعه، انا مش بقى عارفين ينقوا. خلوني كلمت الست اللي في السوق عشان خاطر اجيب بتنجان، يعني مش عارفين يجيبوا لي 2 كيلو بتنجان. شوفوا يا جماعه. وما شاء الله يعني جميع الاحجام والمقاسات، وما شاء الله الله اكبر يعني على بنتي. والست تقول يعني ايه انا يا مش ماما؟ عارفه ايه ده، الست ايه ده، الست شوفوا يا تقول جماعه. ايه؟ ايه ده. شوفوا الست تقول لي ايه؟ ايه ده بقى. هنتجوز ازاي؟ قلت لها هنتجوز زي الناس كده عادي. راحت قالت لي عادي؟ ازاي كده؟ شايفين البتنجانيه قد ايه؟ شوفوا يا جماعه. حد بقى يقول لي ياسمين حاجه، عشان انا كده بجد يعني. بصوا ده انا اسمها رفيعه جدا على قد المقور الرفيع، ما عشان طبعا مش هينفع تبقى حصريا بقى طويله. ما يعرفوش انا هعمل ايه النهارده. ولا انا. بصوا حصريا واول مره في حياتها ياسمين بتقور البتنجان. بقى. اصلا وأنا اصلا انا بعمل اللي هعمل بتنجان. المحشي النهارده. ماشي. بكله والله وانا العظيم. والله يا جدعان يعني. لا ما تحلفيش عشان انا عندي تقليه للمحشي. لا طب انا وعارفين- نعمل تقليه جديده. وعارفين يا جماعه، اقسم بالله في ساعات بيعملوا محشي حراق. انا بعمل حله ليا لوحدي، محدش بياكل منها والله، انا اللي باكل منها. ايوه عشان هي ما بتحبش الحراق. استني بس خلوهم يتفرجوا على ياسمين وهي بتقور البتنجان. شوفوا الحلاوه ده مني انا بس. انا بس الطرفات. ما تقربي كده. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما. اول ما يقور اتعوج ولا هو معوج؟ هو معوج. هو اللي اتعوج والله. طب مش انا قلت لك يا رودي ما تقطعيش؟ ايه ده بقى؟ اذا انت خدت المقور بتاعي ولا ايه؟ طب ما انا عماله اجي كده والبتاع على حجرك، يعني ما تقربي كده حضرتك. ايه ده المقور التاني برضه معمول. المفروض المقور يبقى كده. طب والله العظيم بعرف ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. الله اكبر. لايك بقى عشان يقلق. لايك ومتابعه. بس يا روزي بقى اهو بعرف اهو. انت عارفه بالك قد ايه؟ بالك دقيقتين يعني دقيقه و30 ثانيه بتقوري في يا بتنجان. ماما هو لا مش لازم بقى، المهم ان انا بعرف اقور. ده المهم اللي عندها يا جدعان. انا بقى شايفين، انتوا شايفين بقى. وريني. يعني شغال. بس خلاص اللي بعرف. ماشي شغال. طب ماشي، حلوه ولا مش حلوه؟ طب بصوا علشان بس ما اطولش في الفيديو، فانا هخلي ياسمين تقور واحده كمان وهنشوف الوقت قد ايه هوريها لكم بقى في الاخر. هنا بقى طبعا على ما ياسمين تقور البتنجان، هي طبعا كانت فرحانه جدا يعني ان هي بتقور البتنجان، فخليتها تقور البتنجان. هكون انا بقى ايه غسلت الممبار بجلدة انبوبه يا جماعه، والله بجد بجلدة انبوبه، بجد جربوها وهتدعولي. بجد لو معاكي يعني 5 كيلو هتنضفيهم بسرعة الصاروخ. هي بس المشكلة كلها في البداية أول ما بتدخليها كده في الممبار، لكن بعد كده شايفين بتجري جري كده، وبتخلي الممبار شايفين عامل ازاي بجد بأسهل طريقة والله. شايفين بقى كل الحاجات اللي نزلت، شايفين؟ أظن مفيش أسهل من كده. بسرعة الصاروخ هتنضفي وبسرعة الصاروخ هتحشي، مش هياخد منك أي وقت ولا أي مجهود. وطبعا بقى ممكن تدخليها تاني وتعمليها برضو بنفس الطريقة بنفس الجلدة، او تنضفيها بقى الحتت الزيادات بالسكينة. فانا بحب اعملها تاني. شايفين بتطلع بقى كل الزيادات اهي ما بتخليش اي حاجة. اظن مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده حقيقة. وكمان الجلدة بتبقى مرنة معاكي طرية، فانتي بتتحكمي فيها انك تضغطي بيها على الممبار كده. لو طلعت أهي. قد ايه؟ شايفين بقى الفرق بين اللي ما اتعملش واللي اتعمل؟ اظن الفرق واضح يا جماعة اهو. طلعت ابيض كل وحلو. حاجة. ابيض كمان وحلو. بعد كده بعد ما خلصت الكمية كلها هغسلها بقى بملح وبليمون. الليمون بقى ده طبعا كان عندي في الفريزر، فطلعت بقى كام واحدة كده يفكوا.
فدايما خلي يبقى عندك ليمون في الفريزر، هاتي حتى كيلو كده ولا 2 كيلو وحطيهم في الفريزر لاي ظروف، لغسيل الحاجات اللي زي كده. بيوفر معاكي كتير بصراحه. وقت ما يكونش عندك ليمون هتطلعي ليمون هتلاقي. فانا دايما بخلي عندي ليمون احتياطي في الفريزر لاي ظروف. وهنا بقى وانا بغسله بجيب نص الليمونه كده بحط فيها ملح اهو، بروح مدخله الممبار جواها واروح منزله كده زي ما انتوا شايفين نفس الطريقه، عشان لو اي حاجه برضو انا مش واخده بالي منها تروح. طبعا هنا بقى انا بقلبه من الناحيه التانية بقى النضيفه اللي انا كنت برضو غسلاه كويس قبل ما اقلبه، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه تاني مش مستحبه يعني فيه. هنا بقى برجع اقلبه تاني للطبيعه بتاعته بكل سهوله تحت الميه. شايفين مع اخر حته بس انتوا بتدخليها كده الميه بقى بتخليه يجري، بتقلبيه بقى كده كله بمنتهى السهوله تحت الميه. هي الميه بتساعد، وطبعا ما تفتحش الحنفيه على الاخر، خليها ايه يعني سرسوب رفيع كده. كده بقى خلاص انا خلصت الكميه كلها. وطبعا انا كنت غسلاه قبل ما اقلبه ولما قلبته نضفته وغسلته تاني، ورجعت قلبته بقى على الوش بتاعه برده تاني، وغسلته بقى طبعا بملح وليمون تاني وكده. ورجعت لكم تاني بعد ما ياسمين قورت نص البتنجان يا جماعه. طلعت بنتي تنفع، بنتي طلعت تنفع. لا مش كله لا بس والله العظيم اكتر من نص. ماشي امسكي. ايه ده، وانتي اللي عملتي الاكل مش انا؟ قلت لك انا اللي هعمل. ماشي بقى اعملي. ده بقى ايه الممبار اهو. هوريكم بقى طريقه للحشو بقى تحفه. بصوا قربي كده يا ياسمين، انت بتفتحي بايدك كده تمام اهو، الصباع وايدين الاثنين اهي. الصباع ده اهو بيجيب كده اهو، في ثانيه في ثانيه في ثانيه ممكن تحشي 10 كيلو في ثانيه اهي. انا بقى طبعا مش هاملاه قوي عشان ما ينزلش في الشوربه بتاعته. وطبعا انت بتقطعيه بالحجم اللي انت عايزاه، ولازم بقى تبططيه كده عشان يتفرد في الممباريه كلها ويملاها. فسيبي بقى الحرف من هنا وسيبي الحرف من هنا كده، يبقى حلو جدا جدا جدا. تشيلي بقى كده اي رز من عليه. انا طبعا بحب اعمله زي الخلطه بتاعته زي السلطه، بس انا بقى بما ان انا هحشي البتنجان وعندي التقليه، فانا بقى بصراحه حبيت اوفر يعني يا جماعه. ماشي ادي كده اول واحده. اعمل لكم واحده تاني بنفس الطريقه، وهوريكم بقى كمان في واحده هخليها لكم حماميه حماميه مش ممبرايه اهي. شايفين ما شاء الله ما شاء الله اهي. برضو تحطي حبه الرز وتبططيها كده تنزلي، ما تحطيش رز كتير، وتسيبي الحبه الاخرانيين من هنا والحبه الاخرانيين من هنا، الطرف ده والطرف ده اهو. يعني انا عايزه الرز يكون مرصوص كده بالوحده، يعني تحسي كده ان هو جنب بعضه كده، ما يبقاش كتير اهو. اظن ما فيش اسهل من كده. تمام كده تمام كده. وطبعا انا واخده كميه رز لوحديها بعيد عن الرز اللي انا بحشي فيه عشان ما يتزفرش. هنا بقى طبعا انا كنت خلصت الكميه كلها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هو ده كيلو عامه يعني، فالكيلو خد تقريبا نص كيلو رز او اقل كمان. طبعا بقى انا معايا الميه دي كانت مغليه، ونزلت بقى كده. شايفين بقى لو خدتوا بالكم في الميه هتلاقوها اول ما بتنزل هي بتقفل لوحديها، عشان كده كنت بقول لكم سيبوا جزء من الاول والاخر، لان هي بتقفل لوحديها، لا بقى محتاجين خيط ولا خله ولا اي حاجه. شايفين الميه السخنه بتخليها تقفل كده وتكش، فلو انت مليالي الاخر هتلاقي لما يكش الرز يروح نازل منه. شايفين بقى ما شاء الله، انا وريتها لكم اهي قفلت كده خلاص من الجنبين، فكده الرز مش هيطلع. فحاولي بقدر الامكان ان انت ما تكتريش الرز فيه، خليه كده كانك بترصي كده الرز بالواحده كده جوه كده. عمر بقى الرز ما هينزل ولا هيبقى مالي الحله بقى ولا الكلام من ده. شايفين بقى بسم الله اللهم بارك. طبعا بقى نزل كده في الشوربه، وهفضل بقى اختبره كده كل شويه عشان ما يفرقعش، وتوطي البوتاجاز عليه. هنا بقى طبعا كان طلع بسم الله ما شاء الله واستوى كان زي الفل. بحمره بقى كده في الصينيه، حطي له بقى كده حبه زيت بقى، حته زبده بقى اللي يعجبك بقى. شايفين بقى ما شاء الله الشكل اهو، ولا فرقع ولا حصل له اي حاجه. شايفين يا جدعان، شايفين يا جدعان الجمال، حصل له حاجه ولا حصل له اي حاجه. اهو ما شاء الله اللهم بارك. هحمر بقى الكميه، طبعا دي كانت نص الكميه لانه كيلو يا جماعه. عملنا بقى جنبه البتنجان عشان يكفي اهو. طبعا بقى اللي بتتحمر بتقلبيها على الناحيه التانية بمنتهى السهوله. اظن طبعا بقى ايه كلكم شاطرين وبتعرفوا تحمروه. البنات بقى الحلوين اللي زي بنتي اهي دي كده الطريقه السهله بتاعتي. ايه رايكم بقى؟
تاتاتاتو. شايفين الجمال؟ شوفوا جميل. اعرض ايدك عشان المونيكير اللي انت حاطاه ده. بصوا بقى، دي كانت الحته اللي هي التخينه اللي بتيجي مع الممبار، بيبقى ممبار برضو بس تخين. ده انا عملته كور كده، ربطته بالخيط وسويته، وبعد ما استوى رحت شلت منه الخيط اهو نفس الشكل ده. وادي المحشي البتنجان بتاعنا، وادي شوربه المحشي بتاع البتنجان، خليتها عشان احنا بنحب نسقسق كده فيها. بقول كده. قولي لي بقى كده ايه رايكم؟ ايه رأيكم بقى؟ متنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.